السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير، لاباس عليكم ان شاء الله. اليوم راح نتكلموا على الخرجة الجديدة التي قام بها الكاف، وأن الكاف قد فتح التحقيق في مباراة الجزائر ضد نيجيريا والمغرب ضد الكاميرون. وما هي الإجراءات التي قام بها صادي ضد الحكم الفاسد الذي قام بتشويه المباراة وإهداء الفوز لنيجيريا؟ خاوتي، قبل بداية الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد. إلى التفاصيل. أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا رسميا بعد الإقصاء المنتخب الوطني من دور الربع النهائي الكان 2025، ووجه من خلاله رسالة تهدئة وتوضيح إلى الرأي العام الرياضي، داعيا إلى دعم المنتخب في هذه المرحلة الحساسة، ومعلنا في الوقت نفسه اتخاذ خطوات رسمية بخصوص ما وصفه بالقرارات التحكيمية المثيرة للجدل. وأكد الاتحاد في بيان له احترامه لنتيجة المباراة، مشددا في المقابل على ضرورة تحلي الأنصار بالروح التضامن والالتفاف حول المنتخب الذي يمر بمرحلة إعادة البناء، ويواصل مسار العمل والتطوير في إطار رؤية مستقبلية تهدف إلى تعزيز التنافسية القارية والدولية. وفي المقابل عبر الاتحاد عن تحفظه الشديد على بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة الأخيرة، والتي أثارت تساؤلات واسعة واستياء كبيرا لدى المتابعين، لما لها من مساس بمصداقية التحكيم الإفريقي وتأثير السلبي على صورة كرة القدم الإفريقية في المحافل الدولية. وأعلن الفاف أنه راسل رسميا كلا من الكاف والفيفا من خلال إيداع شكوى رسمية مرفقة بطلب فتح تحقيق قصد توضيح ملابسات ما حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للوائح والتنظيمات المعمول بها. ومن جهة أخرى، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف اليوم الاثنين فتح تحقيق رسمي على خلفية أحداث شهدتها مباراة الدور الربع النهائي من كأس إفريقيا 2025 التي جمعت المغرب ضد الكاميرون والجزائر ضد نيجيريا، واصفا بعض السلوكات المسجلة خلالها بالغير المقبولة. وأوضح الكاف في بيان له أنه جمع تقارير المباريات المعنية وأدلة مصورة تشير إلى تصرفات صادرة عن بعض اللاعبين والمسؤولين قد تشكل خرقا للقواعد الانضباط المعمول بها في المسابقات القارية. وأضاف أن هذه القضايا أحيلت إلى لجنة الانضباط من أجل التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت أي مخالفات. وأشار الكاف إلى أنه يراجع أيضا لقطات مصورة لحادثة يزعم تورط بعض الممثلين